نتحكم بداية أو ننطلق من السؤال ديال الانستغرام، كيفية أو كيف نشأت نقط ضعف أو فجوات في الحياة ديال الرجل، سورتو الرجل بعد هو واحد ندويو على المرأة. فالرجل له الأهمية أكثر في هذا الدومين أو في هذا السوجي. فملي كندويو على النشوء كندويو على شي حاجة اللي بسببها جات جديدة، حيت النشوء هو نشوء الشيء يعني شيء جديد، ولكن قبل منه عنده واحد لا سورس هي اللي ديفلوباتو باش خلاتو كيتنشأ. ما كانت شي حاجة ديجا، يعني نقط ضعف الرجل حاليا ماشي هما اللي كانوا شحال هادي. الا درنا كومباريزون ما بين دابا حاليا في الجيل والجيل اللي كان في عصر النبي وكانوا الرجال رجال والنساء نساء، دابا ما بقاش. علاش؟ حيت ظهور بعض الفجوات هما اللي خلاو نقط ضعف كبارين بالنسبه للرجل من بينهم، ولكن ما غنتعرفوا عليهم كاملين عندهم عامل مشترك واحد. انا غادي نبينهم في لابيد. اول حاجه عندك انت كراجل كامرا عندكم عقل، كل واحد عنده العقل. وديجا دويت ان الحاجه الوحيده اللي تقدر انت تتحكم فيها كراجل، انت تقدر تتحكم فيها كامرا او كانسان اون جينيرال، هو العقل ديالك. ما تقدرش تتحكم في دقات القلب، ما تقدرش تتحكم في الصحه، ما تقدرش تتحكم في الناس او الهضره ديال الناس اخرين، ولكن عندك التحكم او كامل التحكم عقلك. دابا مزيان اولا في الافكار ديالك، كيقول لك how you think how you are، معروفه هذه، كيفاش كتفكر كيفاش انت عايش. ولكن لو بوين لي تري امبورطون اكثر من هذه هي عندك واحد القوه ديال ليماجيناسيون هي واحد القوه عطاك الله سبحانه وتعالى، دير بها ما بغيتي. الا خدمتيها في طريقك انت كتيماجيني شي حوايج ولا كتيماجيني باغي تكري شي حاجه، راك كتيماجيني حتى الطريق اللي غادي تلقاها ولا كيفاش غادي تخدم باش توصل لك الطريق. واصلا ليماجيناسيون بحال اللي كيعيش الحياه الواقعيه قبل ما تعيش داك الحياه اللي جايه لقدام. على سبيل المثال انت كتخيل واحد الفيوتشر كتيماجينيه على بعد من الزمن او على مده من الزمن. هذيك المده من الزمن قوت ما كتيماجينيها بحال اللي كتولي الرياليتي ديالك. نهار اللي كطيح فيها ما كيكونش عندك واحد النوع من الارتباك او واحد النوع من الخوف، سيرتو في هذا الكوتي هذا. انت عندك ماتش ديال كره قبل بسيمانه راك ديجا مكونفوكي انك غتلعب، فراك انت كتيماجيني اللعب كيفاش غيكون ولا كيفاش غادي دير ولا التيران اللي غادي يكون ولا هذوك الناس ولا الدراري اللي غادي يلعبوا ضدك. وعطيت كيما مجال ديال الكره، فملي كتدخل التيران ما كتكونش عندك داك الخوف ولا داك الدهشه اللي غادي تكون عند واحد اخر ما ايماجيناش وتدخل ديريكتومون على خفي او لا تدخل نورمال. فالإيماجيناسيون عندها القوه انها تخلي لي زوموسيون ديالك انهم يعيشوا داك الحاجه اللي كتخيلها. واي حاجه قابله للتخيل من طرف العقل فهي قابله للتحقق بغض النظر كيفاش بغات تكون هذه الحاجه، غير هو خاص الخدمه عليها بيان سور. فما انك انت كتيماجينيها والايماجيناسيون انطلاق من الفكره، الا الفكره جاتك الا خصك توصل ليها بغض النظر على شنو هي الطريق اللي جاي قدامك، سواء نيجاتيف سواء بوزيتيف، واي طريق فيها ذو حدين فاسلك ماشيت. فالإيماجيناسيون هي قوه كيف ما قلنا. الا كانوا هما عارفين اوكي ولا ما بغاو يطيحوا من الماسكولينيتي ديال الرجل، فغادي يبداو بالعقل ديالو حيت هو المتحكم نيميرو 1. فغيشدوا ليماجيناسيون ديالو. والراجل دابا حاليا ولا الانسان على سبيل المثال ما بقاش عنده داك الايماجيناسيون بوضوح، ما يقدرش ييماجيني شي حوايج بوضوح بكثره السوشيال ميديا هي النيميرو ولا العامل نيميرو 1 في التشتت العقل. الو باش ما تخليكش مركز 100% على ليماج الواضحه او لي كلين اللي غادي تكون عندك في عقلك او اللي باغي ديرها ولا اللي باغي ديرها. فهما شوف فاش غيضربوك من ناحيه السوشيال ميديا، انستغرام، تيك توك، الانفلونس، ولا على حسب المثال كل انستغرام راه عامره تشتيت او لا المماطله في العمل او لا التشتيت. انا نخليكم تشتت على لي جول او لا لي برينسيپ اللي باغي دير نتايا في ديك العام او لا في ديك الشهر او لا في ديك السيمانه او لا في ديك النهار. فغادي ياخذوا لك الوقت ديالك ولا جزء من الوقت ديالك اللي غادي يخليوك عيان باش ما ديرش ديك الكوطي انت اللي ناوي ديرو ولا اللي باغي ديرو. غادي يخليك عيان مدقدق تنقل او لا نسبه الابداع كطيح. علاش؟ حيت تعرضت للتشتيت. فالعقل كيعيا يوصل لواحد مرحله الارهاق بقوه بقوه لي ريلز العشوائيين. هذا ريل كيدوي على سوجي، ريل اللي مورا كيدوي على سوجي اخر، ريل اللي مورا كيدوي على محتوى اخر، ريل اللي مورا عاوتاني كيدوي على حاجه اخرى. ما كاينش داكشي يعني منظم. كون كان الريلات ديال انستغرام مثلا منظمين وحاجه سوجي مورا سوجي مورا سوجي مورا سوجي، عندك جوج من الحوايج. يا اما انك غديفلوبا بعقلك من ناحيه لي زانفورماسيون اللي كتاخذ من داك الريلز، او لا ادخل على طول وعرض والمصدر ديالها بيان سور هو الريلز اللي تفرجتي فيهم. فجوج، اما كل ريل وكيدوي على كونتنت فهذا قمه التشتت وقمه ارهاق العقل. ثالثا الدائره اللي ولات معروفه دابا chasing girl or chasing the woman هما لا سورس ديالهم لي ريلاسيون، سوا ريلاسيون كونتاكت اميتي كيف ما بغات تكون الريلاسيون، ولكن وومن. المرأة عندها القلب، عندها كامل القوة انك تخليك مشتت، انك تخليك دير شي حوايج اللي نورمالمون انت خاصك ديرهم او لا ما ديرهمش. عندها كامل القوة. فحاليا غادي هما بالنسبة ليهم هما غادي يخليوها كم واحد القوة بالنسبة ليهم هما باش يخليكم نتوما كمحرك ديال الارض بالنسبة للرجل انك غتحبس. نعطيكم مثال، واقرب مثال هو مثلا انت كدري او لا كراجل دخلتي في ريلاسيون مع امرأة مدوزة عليك مثلا، سابقاك
في لي زيكسبيريونس، عندها تجربه في الميدان. اوكي، دخلتي معها في رولاسيون خلاتك تبغيها طاحت تفرقت معاك، انت عندك جوج الحوايج، يا اما غديبريسي وتبقى جالس في بلاصتك حياتك كامله، وداك الحاجه اللي ديجا كنتي كديسكوتي معاها فاش شنو باغي دير وشنو باغي دير باش تكمل مع حياتك كونكوا، حيت واحد لا سورس ديال الفلوس او لا سورس ديال الحل الماديه دونك كتمشي تخدم ما كيبقاش. علاش؟ حيت انت ديجا تعرضتي لواحد الهارد بريك، هارد بروكن. داك الهارد بروكن عنده كامل القوه بانه يجلسك او لا يجلسك في الارض، او لا عنده كامل القوه انه يزيدك لقدام وتبدل حياتك from zero to hero. عندك جوج حوايج، يا اما غتخليك في الدص يا اما غتخليك في الطوب. فواش ما عندهاش كامل الكونترول هاد اللعيبه هادي؟ واش المراه ما عندهاش كامل؟ كون كانش عنده سوا تفرقات معك سوا لا يعني لك شيئا، ما تفارق ولا تجلس. وكاين هاد النوع ماشي ما كاينش، ولكن هاد النوع كان باش كتوصل لذاك النيفو ديال سوا تبقى سوا لا، راه حتى كدوز من البارت الاولى اللي هي اللي دوينا عليها، عندها كامل القوه انها تجلسك الارض او لا تطلعك الفوق. فاهمين ما شئت؟ تكونوا فاهمين التشتتات او لا الباور عندها في يديها هي بالنسبه لها، حيت عندها دعم من جهه اخرى وكاين اللي كيدعموها بيان سور فاكين بيم. هذا كوت الاخر هو الباد انفلونس. هو عندك داك الانفلونس عوجه مثلا نتايا دري زويون نقيقي، عندك باغي عندك دي زوبجيكتيف، عندك بيربس، عندك اهداف، عندك غايه، عندك والى ما ذلك، نجمعوها تحت الدوسي ديال ميسيون في الحياه. داك الميسيون في الحياه يقدر يمشي بانستغرام، يقدر يمشي بتيك توك، جلس 4 سوايع 5 سوايع وانت تيك توك ريلز. هذا وريز كيف ما قلت لك ما كيكونش كونتنت واحد، وهذا كونتنت ما كيكونش واحد. تقدر تلاحظ، دخل دابا الانستغرام مثلا هذا الفيديو، دخل الانستغرام وبقى دوز لي ريل ماشي بهدف باش تفرج، بهدف انك اناليزي ريل مور ريل شنو كيكون فيه. بغات تكون عندك واحد الجواب اللي كلين بان كامل داك الريل داك 10 ولا 20 ريل كامل كل واحد كونتوني مبدل، راه ماشي غير هكاك ولا حكا الغوريثم، لا راه عنده واحد الغايه مور داك البلان. علاش بالضبط؟ وجرب انك تدخل شي باج بغض النظر كيف ما بغات تكون هاد الباج، تفرج الريل الاول والثاني والثالث والرابع ودير 10 في ريلزات عشوائيين ودير 10 في ريل في باج وحده، وغتلاحظ الفرق مهول ما بين الاثنين. وعقلك فوقاش حسب داك التشتت، وعقلك فوقاش تجمع من ناحيه لي زانفورماسيون، والعقل عنده كامل القوه انك يدوز 2 مليار انفورماسيون في الثانيه. دونك ما كاينش كراند المشكل، بقى تفرج من هنا حتى الغدا وغتلاحظ الفرق ما بيناتهم بجوج. اما من ناحيه ديال الباد انفلونس تقدر تكون كيف ما قلت لك انت دري زوين ايتو، ومن انفلونسا بواحد البيرسون اللي هما مصيفطينو او لا بنت لا ولد بجوج، ولا حكا ما حكا باغي تخرج لا طول عرض من الكوميونري ال جي بي تي كوميونري بين الانترفال او لا الوان الطيف. كاين اللي كيمشي لك الوان الطيف، علاش؟ من بمجرد انفلونس، حيت بومو مثلا بالنسبه لكم بوان فيبل او لا نقطه ضعف، حيت الله سبحانه وتعالى حطهم في واحد المكانه ديال ان القضيه الماليه شويه ناقصه، ماشي عيب، نورمال، غير هو يخدم عليها نورمال. هو انك تطيح في عائله ناقصه ماديا راه حاجه طبيعيه عادي، حتى واحد ما اختار والديه يجيو منه. البوان برينسيبال هو انك نتايا تكريي واحد لا فامي كي عندها واحد لاطوش او لا واحد المكانه عاليه باش غتجادي بالخدمه ديالك من الصغر بيان سور. وما تشتتش من ناحيه الانستغرام وتيك توك، حيت داكشي اصلا دايرين هما ضد العقل ديالك، حيت العقل ديالك هو السلاح الوحيد ذو حدين، يا اما غادي يخرج عليك ونتايا غتسيرو، يا اما غادي يديك لقدام ونتايا سيرتو بالعكس، وكلشي كيرجع من بين يد. فشحال من واحد خرج لا طول عرض بسبب ديك باد انفلونس او لا يعني انك تانفلونسا بالعوجيه، وشحال من واحد زاد قدام بسبب داك الانفلونس الزوين. فذو حدين واختار ما شئت بيان سور. وهادشي كامل اللي نجينا نشوفوا العامل ديال الواحد هو السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اكبر سلاح، يا غتستعملو ضدك يا ما غاتعرفش تشري به وغتيري في راسك، يا اما غادي تستعمل السوشيال ميديا لصالحك او لصالح العقل ديالك او لا على حساب خدمه او لا باش دير بها فلوس او لا كاين بزاف ديال لي زوبسيون تقدر تختار بهم من بينهم، او لا تخرج عليها طول وعرض، يا غتخرج خور يا غتخرج باد انفلونس، يا غتخرج على ليماجيناسيون ديالك، يا غتشتت بهم، يا والعوامل كثيره، او لا تشوف راسك مازال معطل حيت ناس اخرين باينين في انستغرام ولا راه حكا وصلوا لواحد المرتبه اللي انت اصلا مازال ما وصلتيش ليها. بحال مثلا الجامبلر مثلا، حنا عارفين الجامبلر شنو كاين، راه ما يجوش حكا حنا كنضربوا في الماتش 300 مليون و600 مليون وشوفونا واللايف ستايل وداك التخربيق. انا بالنسبه لي هذا كيتخربيق وثق بيا والله ما كاين داكشي، والله ما كاين، راه غير كونكوا مسيبورتينهم هما مول داك الشركه باش هما يبينوا لك واحد اللايف ستايل باش انت تدخل ودير بالكود برومو ديالو او لا بغض النظر كيفاش باش يضرب على ظهرك الصرف. وداك الشيء راه ما كاينش، داك الشيء هما اللي كيلعبوا ليهم باش نكونوا فاهمين. وهذا الشيء راه تعرفوا يعني تفضح، ما كاينلاش انفلونسو منه او لا ديروا في حالهم. ودي بليس من فوق هذا الشيء كامل، والاسلام فوق كل شيء حرام. ما يقولكش ديك اللعبه ديال ولا بقى شي فقير هو حرام، لا، راه كيف ما كاين الحلال كيف ما كاين الحرام، وكيف ما كاين طريق الحرام كاينين طرق ديال الحلال تقدر تجيب منه. ولا شفنا هذا الشيء كامل العامل ديالو الوحيد بيناتهم كاملين هو الانفلونس، هو السوشيال ميديا. ديستراكشن او لا تشتت من السوشيال ميديا، ايماجيناسيون باش تفرعك من السوشيال ميديا، باد انفلونس من السوشيال ميديا. القضيه ديال لي غولاسيون ومن ايتو
السوشيال ميديا انفلونس. اوكي، انك تشوف راسك مازال معطل من السوشيال ميديا، دونك العامل كامل من السوشيال ميديا. وكيف ما قلت لك دخل ودير لي ريل وكومباري وتخرج بواحد الريزولطا اللي غادي تفهم بها بزاف ديال اللعيبات. و ثانك اباري نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله.